الفقيه اللي تنينا بركتو دخل الجامع بلغتو. خوتي المغاربه، اليوم غنتكلموا على واحد السيد اللي كيدعي انه رجل دين وكيدعي انه فقيه. اليوم غنتكلموا على واحد السيد اللي اخترع واحد المهنه جديده اللي هي مهنه العدول اونلاين. السي الفقيه اللي ولا كيزوج عباد الله في تيك توك. المهم اخوتي المغاربه، انا من بعد ما جمعت عليه مجموعه من المعلومات ودرت عليه واحد الروشيرش، لقيت ان في 2010 السي الفقيه هو الفائز في البرنامج ديال تجويد القران الكريم اللي كان كيدوز دوزيام. ومن بعد اخوتي المغاربه السي الفقيه تشهر شويه في المغرب ومشى لاوروبا وولا امام في واحد المسجد في بلجيكا. السيد كانوا كيعرفوه الناس باللي هو الله يعمرها دار وانه رجل دين وانه رجل نقي وحافظ القران الكريم، يعني السيد الله يعمرها دار. ولكن خونا غادي تبدل 100%، يعني السيد دار واحد الانقلاب عظيم، لانه السي الفقيه بدا كيطلق اللايفات في التيك توك وبدا كيدير فيديوهات في التيك توك، فيديوهات عامرين السبان مع بدر هاري. في الاول فقيه كان كيقلب على البوس وكان كيطلع لايفات مع بدر اللي معروف كيخص الهضره. تخيلوا معايا السي الفقيه باش يتشهر كان كيطلب الزواج من صوفيا طالوني، وانه بغيت هذه السيده على سنه الله ورسوله. صوفيا هذا ميساج على قبل الشهره والبوز. السي الفقيه كان كيطلب الزواج من ساريكون، من صوفيا طالوني، من شيماء، اي وحده دارت البوز كان كيطلب منها الزواج. يعني السي الفقيه مريض بشي حاجه سميتها الشهره، باغا غير يتشهر، يعني من في البدايات ديالو بغا يتشهر باي حاجه، بغا يتشهر يدير اي حاجه باش يتشهر، هذه في البدايات ديالو. ومؤخرا اخوتي المغاربه السي الفقيه دار واحد البرنامج في تيك توك اللي هو البرنامج ديال الزواج. انا عارف بلي اغلبيه فيكم كيشوف اللايفات ديالو والفيديوهات ديالو. يعني السيد كيبدا يطلق اللايف وكيبدا يطلع عباد الله عنده اللايف، ها الشماكريه، ها البنات العريانين، وهذا الشيء راه حرام، والسي الفقيه راه عارف بلي هذا الشيء حرام، ولكن كيديروا على قبل 2 ريال. لان اخوتي المغاربه هذا الشيء اللي كيدير السي الفقيه راه سميتو القواده والعلاقات غير الشرعيه، حاشاكم. لانني انا كنعرف الرجل اللي بغى المعقول وبغى يتزوج راه كيدي والديه وكيمشي يخطب، والدريه اللي بغات تزوج بغات المعقول وبغات تزوج راه كتصبر وكتجلس في دارهم حتى يجي شي ولد الناس ويخطبها، ماشي تنوض وكدير لايفات وكتبدا تطلع ليا في اللايفات وكتبدا تدوي مع هذا وهذا وهذا. شكون غيتزوج بوحده النهار كامل كتطلع في اللايفات؟ شكون؟ من غير شي ديوتي الله اعلم. خوتي المغاربه، المسؤول الاول في هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه في السوشيال ميديا هي الدوله، لانها في الواقع خصها تحارب وتعتقل هاد الميكروبات اللي كيخرجوا على الشباب، وماشي الصحافه والحقوقيين والناشطين الحقوقيين اللي كيقولوا الحقيقه. هادو اللي خصهم تعتقلوهم، هاد الميكروبات اللي خصهم الاعتقال وخصكم تحاربوهم، ماشي الصحافه والحقوقيين اللي كيتكلموا وكيقولوا الحق. والمسؤول الثاني هما نتوما المشاهدين، لانكم نتوما هما المستهلكين. تخيل معايا دابا انت ديتي شي سلعه للسوق وحتى واحد ما شرى عندك، غدا عاوتاني ديها للسوق حتى واحد ما نشرى عندك، والسيمانه الجايه غديها عاوتاني، لا ما غاديش ديها، لان حتى واحد ما بغاهاش، لان حتى واحد ما غاديش يشري عندك، لانك انت عارف بلي حتى واحد ما غاديش يشري عندك، لان هاد السلعه ما عليهاش الطلب، حتى واحد ما بغاها. حتى هاد الميكروبات اللي كيديروا التافهه راه نفس القضيه. سي الفقيه اليوم طلق اللايف وكيتفرج فيه 30,000 واحد وكيصور فلوس صحيحه، راه بطبيعه الحال راه غادي يطلق اللايف غدا عاوتاني والسيمانه الجايه والشهر الجاي، لانه كاين عليه الاقبال، لانه الناس كيشجعوه باش يستمر، لانه كيقول مع راسو ان الناس كيعجبهم هادشي اللي كندير، لهذا راه هو كيستمر. لهذا قلت لكم بلي حتى نتوما مسؤولين في هذا الشيء. لهذا باش نوقفوا التفاهه فخصنا ما نبقاوش نتفرجوا فيها، فخصنا ما نبقاوش نبارطاجيو فيها، ما نبقاوش نعلقوا ليهم، ما نبقاوش اي واحد شفنا كيدير تفاهه نتفقوا عليه ونديروا الحمله ضده ونديروا ابلاغات ونشجعوا الشباب اللي كيديروا محتوى زوين واللي كيديروا محتوى هادف. تبارك الله راه عندنا الدراري في المغرب، عندنا شباب كيديروا محتوى هادف، خصنا نشجعوهم. وبركه ما نتفرجوا في التفاهه، وبركه من هاد الكلاخ، راه هادشي كيدير غير الكلاخ. خصنا نشجعوا هاد الشباب اللي كيديروا محتوى زوين، محتوى هادف، محتوى عنده معنى، كتفرج وكدي افاده.
وفي الاخير اخوتي المغاربه، فانا ماشي محساد وماشي حقود، انا غير كنامر بالمعروف وكنهي على المنكر. السلام عليكم.